باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحبائي، في الجزء الأول من مين نتعلم الصلاة، قلت لكم إن المعلم الأول والأهم والأساسي هو روح الله اللي ساكن فيا، لأنه هو يفحص كل شيء وهو بحسب مشيئة الله بيشفع في القديسين. لكن قلت لكم في الجزء الأول، ويا ريت لو ما تابعتش الجزء الأول من فضلك تابعه عشان تقدر تكمل. قلت لكم في الجزء الأول إن حطيت سؤال، طب من مين نتعلم الصلاة؟ من الكهنوت بكل درجاته، من أول قداسة البابا لغاية لسه قسيس مرسوم دلوقتي، أو شماس دياكون، أو نتعلم من الآباء الرهبان أو الأمهات الرهبان، أو من خدام صالحين وأتقياء معانا في الكنيسة، أو من ناس بركة موجودة في العيلة في وسطينا. من مين نتعلم الصلاة؟ وقلت لكم ساعتها في الوقت دوت، قلت لكم الإجابة دلوقتي لا، الإجابة دلوقتي لا، ولا واحد من دول. ليه؟ لأن كنت عايز أركز معاكم على إن المعلم الأول والأهم والأساسي، وأعيدها مرة تانية، هو روح الله اللي ساكن فيا. طيب هل هتعلم من الروح القدس بس؟ لا، محتاج برضو معلمين لي على الأرض، اللي يقول عنهم الكتاب في العهد القديم وفي العهد الجديد المرشدين الروحيين. المرشدين الروحيين. فحتى نلاقي في الآية اللي أنا ابتديت بيها الجزء الأول، اللي هي من لوقا 11 آية 1، قالوا له علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. فهنا بيتكلموا عن يوحنا مش الروح القدس، ويوحنا مش رب المجد يسوع، ده بيتكلموا عن إنسان، عن يوحنا المعمدان. فبيتكلموا عن مرشد روحي. ففي تلاميذ هنا وهم تلاميذ يوحنا، وفي مرشد روحي ليهم يوحنا المعمدان علمهم إزاي يصلوا. يبقى المعلم الأول والأهم والأساسي هو الروح القدس، لكن أيضا بنتعلم من آباء موجودين على الأرض. وعشان كده يقول الكتاب الذين بلا مرشد يسقطون كأوراق الخريف، ويقول في آية تانية اذكروا مرشديكم. طب يبقى هنا لا، في حاجة مهمة قوي، وهي ان انا يبقى ليا مرشد روحي في حياتي، حد اتعلم منه او يعلمني الصلاة. حتى بولس الرسول نفسه اللي هو قال في رسالة روميا 8 ان الروح يشفع فينا بحسب مشيئة الله، وقال في كورنثوس الأولى 2 ان الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. بولس الرسول نفسه يقول عن نفسه: ربيت في هذه المدينة مؤدبا أو متعلما عند رجلي غملائيل على تحقيق الناموس الأبوي، وكنت غيور الله كما أنتم جميعكم اليوم. الكلام ده في أعمال 22 آية 3. فيبقى بولس الرسول نفسه اللي بيتكلم عن إن روح الله هو اللي هيعلمنا، وهو اللي يشفع فينا، وهو اللي هيصلي من أجلنا. برضو بيقول إن أنا كان ليا مرشد روحي اسمه غملائيل، وإن أنا اتعلمت عند رجليه. فيبقى المرشدين الروحيين ده مبدأ موجود برضو في الكتاب المقدس. كمان حاجة مهمة قوي، إن هناك رجال الله ونساء الله اللي كانت صلواتهم صلوات قوية جدا، لدرجة إن الوحي الإلهي ذكرها في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. وده معناها إن كان في صلوات حارة خارجة من قلب الناس دي بإرشاد وعمل الروح القدس وبعمل مرشدين كانوا في حياتهم، وإن الصلاة دي من قوتها كتبها الوحي الإلهي عشان نتعلم منها. فنتعلم من صلوات ناس صلوها. أنا هنا مش بتعلم من روح الله مباشرة، أنا هنا بتعلم من روح الله اللي عمل في هؤلاء الناس، فهؤلاء الناس صلوا، وهذه الصلوات ذكرت في الكتاب المقدس. وطبعا أعظم وأقوى صلاة في الصلوات دي كلها هي تسبيحة العذراء مريم في بيت زكريا وإليصابات، اللي كلنا بنتغنى بيها في صيام العذراء وفي الشهر كياك. ومش بس كده، أنا عايز أقول لكم حاجة كمان. أنتوا عارفين إن في ليلة أبو غلمسيس إحنا بنصلي كل الصلوات اللي صلوها الآباء والأمهات في الكتاب المقدس. كل الصلوات في ليلة أبو غلمسيس بنذكرهم كلهم، من العهد القديم ومن العهد الجديد. ودي تورينا إن إحنا نتعلم الصلاة من الناس اللي سبقونا وعمل فيهم روح الله وصلوا صلوات قوية
لدرجة إن الوحي المقدس حفظها لينا في الكتاب المقدس عشان خاطر نتعلم منها. بس في نقطة عايزة أذكرها وإحنا بنقول من مين نتعلم الصلاة. في آية في الكتاب المقدس في متى 10 الآية 24 والآية 25 يقول ليس التلميذ أفضل من المعلم، وبعد شوية يروح يقول يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه. فليس التلميذ أفضل من المعلم، بل يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه. في حياة الصلاة لما تيجي تنمو في حياة الصلاة أكيد عند مرحلة معينة في حياتك هتلاقي نفسك إن مرشدك الروحي اللي كان ماشي معاك وبيعلمك ادالك اللي عنده، ادالك الدرجة اللي وصل ليها، لكن ربما في غيرة في قلبك بيحركها روح الله جواك إنك عايز تخش العمق أكتر في الصلاة. في الحالة دي زي ما قال الكتاب يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه. يبقى أنا لو فضلت مع نفس المرشد الروحي هفضل عند المستوى ده، يبقى أنا هيجي وقت في حياتي وانتقل لمرشد روحي دخل لدرجات أعمق وأكبر في الصلاة عشان أتعلم منه إزاي أدخل في أعماق أكتر في الصلاة. فيبقى عشان تنمو في حياتك الروحية وفي صلواتك من حين لآخر كل ما الله هيضع في قلبك غيرة ونار جواك إنك عايز تخش في بعد أكتر في الصلاة، هتحتاج إنك تنقل لمرشد روحي وصل لدرجة أعلى من اللي أنت موجود فيها دلوقتي عشان يعلمك ويرشدك إنك توصل له. برضو حاجة مهمة قوي عايز أقولها بالنسبة من مين نتعلم الصلاة. وإحنا بنتعلم الصلاة بلاش نكوبي أند بيست، بلاش نعمل دي، بلاش إن إحنا زي ما بنشوف أو زي ما بنسمع نعمل. لا، أنا ليا شخصيتي وليا طريقتي وليا تواصلي مع ربنا اللي أكيد مختلف عن شخص آخر. فلو أنا وهو لو أنا عملت نفسي قابي منه اللي يناسبه هو ربما ما يناسبنيش أنا. خليني أديكم مثال. واحدة راحت الدير وباتت ليلة هناك، وبنهار اليوم قعدت مع من الرهبات، وكانت تقية قوي وورعة، وقعدت تتكلم معاها عن نعم وبركات الصلاة. والأم دي متعزية جدا وأنا قالت لها التعزيات دي، والبنت كانت فرحانة قوي بالكلام اللي سمعته عن الصلاة. جت التسبيحة في نص الليل وراحت البنت دي تحضر التسبيحة، لقت الأم اللي كانت بتكلمها عن الصلاة دي راكعة طول التسبيحة. التسبيحة بتاخد لها بتاع 2 ولا أكتر. قامت البنت دي روحت تاني يوم البيت، مسكت كتاب البصلمودية وركعت وعايزة تصلي، ونسيت إن هي عندها مشاكل في الركب مثلا. طيب دي هتصلي ولا هتقعد تصارع مع الآلام والوجع اللي مش قادرة تستحمله من ركبتها اللي مولعة نار عشان مش قادرة تستحمل الانحناء اللي هي والتقل اللي حطها على الركبة دلوقتي؟ كوبي اند بيست. هي شافت أمنا بتعمل حاجة زي كده راحت عملتها. مش هي أمنا ربنا يبارك لها في صحتها هي قادرة، ربما أنت مش قادرة فليه تعملي كده، أو أنت ليه تعمل كده. فإحنا بنتعلم الصلاة ناخد بالنا إن مش كل حاجة نقلدها ومش كل حاجة نسمع عنها نروح نعملها زي ما هي، عشان مش كل حاجة تناسبنا. ربما ما تناسبش شخصيتنا، ربما ما تناسبش قامتنا اللي احنا فيها في مرحلة الصلاة دلوقتي. يبقى بلاش نقلد تقليد أعمى وخلاص، لكن نتعلم وناخد اللي يناسب حاجتنا. حاجة برضو مهمة أقولها عن الصلاة، لازم تاخد بالك ولازم تاخدي بالك إن في صلاة لترولوجية اللي هي الصلاة الجماهيرية اللي هي كلنا موجودين مع بعض في الكنيسة في القداس مثلا، وفي الصلاة الفردية اللي انت بتصليها في البيت أو اللي انت بتصليها في البيت. لما تيجي للصلاة الليتورجية خد بالك انت مش واقف لوحدك، انت واقف مع كل جماعة المصلين. يعني مثلا لما كل الشعب كده بروح واحد وبحرارة الروح القدس اللي فيهم يصلوا ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، كل الناس بتقول ايه؟ ارحمنا مش ارحمني. فانت بتصلي من اجل كل الناس اللي بتصلي وانت من ضمنهم،
بتصلي لكل جماعة المؤمنين بنفس الروح وبنفس الوحدانية. ارحمنا يا الله كلنا مع بعض. مش بس بتصلي للناس اللي موجودة معاك في الكنيسة، انت بتصلي لكل الأقباط في كل مكان، اخواتك في نفس الإيمان في نفس الطائفة، بل واكتر من كده بتصلي لكل المسيحيين من كل الطوائف، واكتر من كده كمان بتصلي لكل البشر على وجه الأرض. فلما بتصلي صلاة ليتورجية انت بتصلي من أجل الكل، بتصلي من أجل الكل. لكن لما يجي الكتاب يقول ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي لأبوك الذي في الخفاء، فساعتها أنا بصلي من أجل نفسي. فأصلي مثلا الصلاة السهمية اللي بتقول يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ، ارحمني أنا. فأنا بصلي لأجل غفران خطاياي، بصلي إن الله يستر عيوبي ويصحح من أخطائي، بصلي من الله يسندني ويقويني ويرفعني من ضعفي. دي صلوات خاصة في مخدعي، بصلي صلوات خاصة. فمن مين نتعلم الصلاة؟ نمرة 1 من الروح القدس، نمرة 2 من كل الآباء والأمهات المرشدين والروحيين والأتقياء، سواء كانوا من الكهنوت أو من الرهبان والرهبات أو من الخدام والخادمات. وإن لما نيجي نتعلم الصلاة بلاش نعمل كوبي اند بيست، ولما نتعلم الصلاة نعرف نفرق ما بين الصلاة الجماهيرية وما بين الصلاة الفردية، ودي ليها وقتها وليها روح بتاعتها خاصة بيها، ودي ليها وقتها وليها الروح الخاصة بيها. ربنا يدينا كلنا ان احنا نزداد في نعمة الصلاة وننمو من حالة لحالة ونخش لأعماق، طول ما روح الله هو اللي بيشفع فينا، طول ما ياخدنا روح الله لأعماق الله. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته الآن وإلى الأبد، آمين.